السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وعلى أحسن الأحوال وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فقبل ما نبداو هذا الفيديو بغيت جميع التلاميذ يهبطوا يدعيو مع التلاميذ اللي عندهم غدا الامتحان، غدا الاثنين. التلاميذ عندهم الامتحان ديال السنة السادسة ابتدائي، عندهم الامتحان الموحد المحلي، وكذلك التلاميذ ديال السنة الثالثة إعدادي. وبغيت نقول لهاد التلاميذ هادو اللي عندهم امتحان، خليكم تتبعوا معايا هذا الفيديو هذا حيت مهم ومهم بزاف ليكم وضروري خصكم تفرجوا فيه وتعرفوا هذا الشيء اللي غايجي في هذا الفيديو هذا. فكل ما عليكم هو تتبعوا الفيديو. بغيت كل شيء يهبط يدعي مع التلاميذ هذو، كل شيء ما يبخلش عليهم بالدعاء، يدعي معاهم ان شاء الله يدوزوا كل شيء بخير، والله يوفقهم والله يسر لهم الامور والله يسهل عليهم ان شاء الله يا رب. وكذلك الله ينجحكم الله يفرحكم ان شاء الله، تجيبوا النقاط اللي كتمناو. قولوا لي امين في التعاليق وتفاعلوا مع هذا الفيديو هذا. وقبل ما نبداو ما تنساش ما فيها بس الا درتي لنا واحد لايك للفيديو باش تشجعنا باش اننا نستمروا دائما نجيبوا لكم الجديد. وما فيها بس الا اشتركتي في القناه وفعلتي زر الجرس الا كنتي مهتم باخبار التعليم. فهاد الفيديو هذا غنشوف واحد التوجيهات اللي مهمه للتلاميذ اللي عندهم غدا الامتحان خصهم يعرفوها، وبعض القرارات اللي غتكون صارمه للتلاميذ وصادمه لبعض التلاميذ. فيعني واحد الامر اللي خص التلاميذ يعرفوه انه ضروري خصكم، يعني كما كتشوفوا معايا قال لك الحضور نصف ساعة قبل موعد انطلاق الامتحان في كل مادة. يعني في كل مادة خصك تحضر المدرسة قبل الامتحان بنصف ساعة. إلا كان عندكم امتحان مع 8:30، يعني 8 بيل خصك تكون في باب ديال المدرسة كتسنى إن شاء الله باش يعني دوز الامتحان في أحسن الأحوال. قال لك أيضا كل تأخر يتحمل التلميذ وحده عواقبه، وحاول ما أمكن يعني تعمر التليفون ديالك مزيان، وعمر جوج تليفونات ماشي مشكل. قول لهم مالين الدار يفيقوك، يعني باش ما يكونش شي تاخر، لانه لو وقع عليك شي تاخر غتلقى شي مشكل فغتحمل العواقب ديالو كما قلنا. كذلك ضروره احضار جميع اللوازم الخاصه باجتياز الامتحان، اقلام، ادوات هندسيه، داكشي اللي غيخصكم. يعني ضروري اي تلميذ يجيب داكشي ديالو، يعني ما يعولش على شي واحد يعطيه، يدي معاه داكشي ديالو باش يتهنى، يعني باش ما يكون عنده حتى شي مشكل. كذلك قال لك يمنع منعا كليا احضار واستخدام الالات الرقميه، هاتف، لوحه الكترونيه، اي شيء رقمي، يعني يمنع انه تستعمل داخل الامتحان، وحتى لو كانت غير مشغله. بالنسبه للتليفون واخا تكون ما مخدموش يعني ما خصكش تجيبو معاك، راه غادي تلقى شي مشكل مع اللي كيحرصوا، كذلك مع الاداره. كذلك غنشوفوا بعض النصائح للتلاميذ يعني اثناء الامتحان خصهم يديروا بها. يعني اصدقائي التلاميذ والتلميذات كما تنقول يا ربي يوفقكم، يعني خصكم الله يعطيكم السر نهار الامتحان تقراو جميع الاسئله على مهل. يعني الاسئله خذ وقتك، قرا الاسئله بشويه، يعني باش يعني تجاوب مزيان، باش ما تديرش خطأ في الجواب. يعني قرا السؤال المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه ما فيها باس، يعني باش يعني تفهم السؤال مزيان عاد تجاوب، باش ما تجاوبش غلط او لا تجاوب خارج السياق. كذلك واحد الحاجه اللي خص التلاميذ يردوا ليها البال هي انتبه جيدا للوقت. يعني ضروري خصك تنتبه للوقت، يعني باش ما يمشيش عليك الحال، وتحاول تنظم الوقت ديالك باش الوقت يكفيك. الا كان عندك في الماده ديال اللغه العربيه مثلا ساعتين، خص ديك ساعتين تكون كافيه كدوز فيها تجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله. وتنتمنى جميع التلاميذ يجاوبوا على كل شيء ويخرجوا فرحانين وكل شيء يدوز بخير وعلى خير، وما تخافوش راه كل شيء غيدوز ان شاء الله بخير وعلى خير. كذلك اصدقائي التلاميذ الله يعطيكم الستر، حاولوا تجنبوا الغش. الغش غير غادي يدير لكم الارتباك، غير غادي يمرضكم. حاولوا تجنبوا الغش، داكشي اللي عندكم حطوه، داكشي اللي عرفتوا جاوبوا عليه، الحاجه اللي ما عرفتوهاش يعني ماشي مشكل ما فيها بس. كذلك اصدقائي التلاميذ والتلميذات خصكم تعرفوا انكم خصكم تراجعوا الاجابات ديالكم. ما تسابقش انك تمشي تحط الورقه انت الاول، ما تبغيش دير فيها انك انت زعما راك واعر ولا شي حاجه. ما تحطش الورقه انت الاول. شفتي الناس كيحطوا الورقه وكيزربوا كيجاوبوا دغيا وكيحطوا الورقه، انت بقى هو الاخر، انت ما تخرج كتاب الاجوبه ديالك، ويعني عاود قرا الاجوبه ديالك، عاود قرا الورقه مره جوج، يعني تشوف واش داك الشيء عندك هو هذاك. عادي يمكن لك ملي تسالى الوقت عطي الورقه ديالك وخرج، وان شاء الله راه ما غادي يكون غير الخير. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون فاتكم، وان شاء الله حاولوا تبارطاجيو ودعمونا باللايكات ديالكم والاشتراك، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس. وهذا الشيء اللي كاين تهلاو لي في راسكم. الله يوفقكم الله ينجحكم، قولوا امين.